ليه في ناس كتيرة بتحب نظام الطيبات وناس كتيرة بتهاجم النظام ده؟ ايه حقيقة النظام ده بالكامل والكوارث والأسرار اللي مخفية عنه؟ وهل فعلا الدكتور ضياء العوضي كان عنده حق ولا هم خلصوا عليه ولا مات بسبب نظامه؟ هنكشف في الفيديو ده كل الأسرار دي. من ساعة وفاة الدكتور ضياء العوضي والناس اتقسمت نصين، نص شايف ان هو كان راجل بيقدم معلومات ونصايح طبية وبيكشف حقيقة الشركات بتاعة الأدوية وأسرارهم، وإنه اكتشف وعمل نظام صحي قوي جدا جدا يقدر يشفيك من الأمراض بدون ما تستخدم أي أدوية. والنص التاني من الناس كان شايف عكس كل الكلام ده، شايف إن الراجل ده بينسف كل الحقائق العلمية وكل الحاجات اللي البشر توصلوا لها على مدار العقود والسنين اللي فاتت. فيا ترى مين فيهم الصح؟ بس قبل ما نتكلم في أي حاجة، إيه هو أصلا نظام الطيبات؟ وهل الدكتور ده مات موتة طبيعية ولا كان مدبر له الموتة دي؟ وحضرتك بس نظامنا قايم على ان احنا هنمنع شويه فود ستافس من اللي احنا متعودين عليها بناكلها، ونسمح بشويه حاجات. الأول، نظام الطيبات هو نظام غذائي بالكامل بيعتمد على الغذاء ونوعه فقط. يعني إيه؟ يعني في حاجات مسموحة وفي حاجات ممنوعة. أهم حاجة إنك تكون مشترك في القناة عشان تشوفني تاني. تعالوا مع بعض كده سريعا نعرف إيه بعض الحاجات المسموحة والممنوعة عشان تعرف فكرة النظام ده إيه. يعني اوكي تمام، الفول ممنوع. ممنوع هو البقوليات كلها، واللوبيا والفاصوليا والبسله بالجزر والحاجات دي كلها ممنوعه. الخضار هتلاقي مثلا هو بيقول لك الفراخ البيضة ممنوعة، البيض ممنوع، الدقيق ممنوع، كل الحاجات دي انت ممنوع تماما انك تاكلها. مشروبات الطاقة والمانجا لان فيها الياف برضو الكلام ده ممنوعة. المشروبات الغازية ممنوعة. الممنوعات بتاعتنا بتبقى متلخصه في منتجات الدقيق الابيض رقم واحد. الكنافة، الكحك، الغريبة، كل منتجات الدقيق ممنوعة بالكامل. دي بعض الحاجات، لكن القائمة لسه طويلة. ايه بقى الحاجات المسموحة؟ تمر طبعا، تمر والعنب والتين والموز والبرقوق. درجه تحتيها على طول الفراوله، جوافه من غير بذر. السكريات كلها مسموحة، النوتيلا مسموحة، بطاطس، سمك، مكاريل، رنجة، كل ده مسموح. بس انت ممكن تقول لي دلوقتي ما الكلام ده كلام عادي، ما في ناس بتمنع حاجات وناس بتاكل حاجات. ايه فكرة النظام؟ فكرة النظام دي يا جماعة انك تمنع فراخ وبيض ولبن وخلاص، او انك ما تشربش مية غير لما تعطش. مش دي فكرة النظام. فكرة النظام الأساسية، وحط تحت دي 100 خط، الاستشفاء. يعني ايه؟ يعني ان جسمك قادر ان هو يشفي نفسه بنفسه من الأمراض، وإن الأكل مش مجرد سبب من أسباب الأمراض. ودي فكرة صحيحة، لكن المشكلة إن النظام بيدعي إن الأكل هو المسبب الوحيد لكل الأمراض، مفيش أي أسباب تانية. ودي كارثة، ولا وراثة بقى ولا مناعة ولا أمراض ولا كل الكلام اللي البشرية توصلته ده. كل الكلام ده غير صحيح. نظام الطيبات بيقول كده، وبالتالي مفيش أي حاجة اسمها أمراض مزمنة. مفيش مثلا قلب، ضغط، سكر، مفيش الكلام ده. مفيش حاجه اسمها انفلونزا، مفيش حاجه اسمها برد ولا سرطانات بالكامل. اي مرض عندك هتوقف اكل يومين ثلاثه كده وبعدين هتلاقي نفسك بقيت زي الفل، ودي مشكله كبيره. عشان كده النظام بيدعي ان الدواء كله بالكامل مضر. مفيش دواء جسمك بيحتاجه، انت بس ظبط الاكل زي ما النظام بيقول لك وانت هتبقى زي الفل. تحاليل بالكامل ملهاش اي لازمه، اللي يتعب ما يروحش المستشفى. في حاجات كبيره في النظام ده. اختصار سريع كده لنظام الطيبات. طبعا هنشوف مع بعض فيديوهات للدكتور ضياء العوضي وهو بيشرح النظام في الفيديو ده. حمار واكل بصل، حمار واكل بقول، حمار طبق فول بالزيت الحار، حمار وعليه بصلايه، حمار. في النهاية القرار ليك انت. انت رأيك ايه؟ او انتوا رأيكم ايه؟ هل شايفين ان الكلام ده كلام صحيح وان الراجل ده تم اختياره وان النظام بتاعه نظام صحي بالكامل وفي ناس فعلا صحتها بقت كويسة بسببه، ولا كل الكلام ده كلام خطير جدا؟ وده اللي خلى المجلس الأعلى للإعلام زي ما انتم شايفين كده يحظر أي حاجة خاصة بالنظام ده أو خاصة بدكتور ضياء العوضي الله يرحمه. بس كده يا صديقي، لو انت بتشوفني لأول مرة او انتوا بتشوفوني لأول مرة، أهم حاجة تشتركوا في القناة ولايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر يا جماعة، ونرجع نصور تاني زي الأول ونتكلم تاني. كان معاكم زيكو، سلام.